ساهلش كما قلت لك. البومزوي من الامراض، قد يكون هو مرض، قد يكون هو عارض. قد يكون مرض بحكم على ان هاد الشرايين اللي نازله للقلب فاتت ديامتر ديال 3 ولا مثلا 5 حتى 8 ملم. ولا وصلت 8 ملم، هذا يعني ان الانسان خاصو يدير عمليه، سينو غادي يموت. وي الناس راه ماتوا بومزوي، الناس راه ماتوا. ماتوا. نعم. هو اصلا بومزوي راه هو العرق اللي نازل من القلب، اللي هو الشريان، الاختاخ. وسيطان اختاخ. هذا الاختاخ هذا بعض المرات تيتمدد الجدار ديالو. منين تيتمدد تيعطينا هاد البالبيتاسيون مع الالم، وتيتسمع علينا. علاش تيقولوا لي هو الخباط؟ تيقولوا لي الخباط لانه تيخبط، الا انه مرتبط بالعصب الحائر، لو نير فاغ، لو نير 10. هذا العصب الحائر اللي جاي من الراس وغادي من هنا القلقوله في الكوتي اوكسيبيتال، نازل من هنايا وهابط، تيدوز على القلب وتيدوز على الجهه ديال البومزوي وتيدوز على النبوله وغادي للفخذ. وهو تاثر على ماشي هذا لو نير فاغ، تاثر على مجموعه من الاعضاء، منهم القلب، منهم الريه، منهم المصران. غير هو تعطي الصداع ديالو وتعطي الاعراض ديالو الخبيثه في المنطقه اللي تنهضروا عليها حنا بومزوي، المنطقه ديال السره او جانب السره، من جهه اليسار. اما الخبيط ديالو راه خبيط طبيعي، غير على انه لما تيتمدد هذا الشريان هذا وتيفوت 3 ملم حتى 5 حتى 7 توليو في انذار خطر. الانسان يمشي لوبيتال ويدير عمليه في اقل وقت انه غادي يموت، وكاين الله يستر في الطريق مات. الانسان هذا اللي تجاهلو، لان تمدد خاصو ما يبقاش. الا تمدد بزاف خاصو عمليه، سينو غادي يموت. يموت. الناس راه ماتوا في الطريق. شحال من تيقول لك راه بومزوي، تسمع يقول لك راه قتلوا بومزوي. لا انت تصدق. لا دابا نحيت السادو. نعم اختي، مرحبا اختي، استافدي مرحبا. اللهم امين اختي، اللهم امين. الاطباء كيقول لك انكولون سي انكولون. انا شاختي. لا انت شاختي. لا دابا حيت كيقول لك المصرعه من فوق. شاختي. دابا كاينين جوج. كاينين بومزوي تتعرف بالايكوغرافي ياك، ولا بلي غير ياك. اما القولون العصبي ما تتعرفش بلي غيمو، تتعرف بالاعراض ديالو زائد الحنكه والتجربه ديال الطبيب ياك. هكاك. القولون العصبي عنده علاقه بالاعصاب. من تيوقع لنا اضطراب، ليس اضطرابا وظيفيا ديال الاعصاب، تيخلق لنا اعراض مضطربه في المسار الغليظ، انتفاخات، تقلصات، الامساك، الدياغي، الاسهال، الام، الشهيه ما كايناش، قلق، لانه فيه الخلايا العصبيه كاينين في الدماغ. الخلايا العصبيه كاينين في الدماغ وما كاينين حتى في المصران، فهمتيني؟ لانهم مرتبطين. تقول لك المخ الثاني، انا تقول لي المخ الثالث على اساس ان القلب هي فيها خلايا عصبيه، تقول لي ان المخ الثالث ماشي المخ الثاني. فالطبيب لما تيقول لك راه القولون العصبي، راه هو فعلا راه قولون عصبي. غير انت لما تمشي على الطبيب غادي على الخباط، غادي على بومزوي، انت غادي على بومزوي. لما الطبيب بالحنكه ديالو تكتشف القولون العصبي يقول لك القولون العصبي. وكي تقولي لي، الا قلتي لي انت سيدي الطبيب راه القولون العصبي، ولكن عندي واحد العرق تيخبط بزاف ومقلقني، في هذه الحاله هذه تيدير لك ليكوغرافي ولا يقول خرجك لي غام. اما انت دارك بومزوي ومشيتي على الطبيب وخليتي الطبيب يقلب لك، راه غادي تكتشف القولون العصبي ويقول القولون العصبي، وكنتي نيتك غادي على بومزوي. هو يعرف بومزوي، ماشي ما يعرفهاش الطبيب. غير هو بعض المرات الا اكتشف بومزوي تيقول لك ماشي شي مشكل، مادام انه ما تخبطش بزاف، راه ما فاتش 1 المليمتراج فوق 4 حتى 5 كاع 8 راه الموت. تقول لك صافي ما نقولش له بومزوي وراه القولون العصبي.
قص عليها الدواء ديالو، ها هي الملينات، ها ضد التشنج ديال القولون، هكذا ودير الريجيم ديالك. الناس يديروا الريجيم ديالهم تيخفاف عليهم بومزوي، تا بومزوي تيخفاف عليهم، ولكن تيبقى المشكل ديال البومزوي. لان المصران الا انتفخات غتورك ليا على، الا انتفخات تورك ليا على لا وممكن على ان حتى المصران الغليظ الا تنفخ راه يورك ليا على الفم ديال المعده، الكارديا يورك عليها، وهذا في نفس الوقت يورك ليا على البونكريا. مشكله. وقد يعطي الام في الاسفل ديال الظهر، وقدر يعطي الام ما بين الريشه ديال الكتف، ما بين لي زوموبلات. هادشي مشكل. اما بومزوي الاعراض ديالو القويه هو الالم، الخبيط يسمع، زائد توهمات وتخيلات انك ما غاديش الدواء، بقيتي بحال هكا غتموتي كذا وكذا وكذا، مع ان حتى القولون العصبي عنده نفس الاعراض النفسيه. شابكين وخاص يعني شي واحد اللي يكون عنده حنكه اللي يفرق. حنا تيجيو عندنا ما تنعرفوا راه بومزوي، تنعطيو الحل ديال البومزوي وجونا سنتيو اللي بخير.